It is moving. Yes. انصدمنا بعد ما طلبنا بهالمطعم ولقينا الأكل فيه شيء يتحرك. أول شيء دخلنا المطعم والوضع كان عادي جدا. دخلنا وانبهرنا من طريقة عرض الحلا وجو المكان وطريقة ديكور المحل البسيط واللي يعتبر من أفخم المطاعم اللي موجودة بهالمنطقة. اتفقنا إننا نجلس. كانت جلستنا شكلها غريب واللي الطاولة حرفيا باب قديم. أخذت المنيو وقعدت أقلب فيه وأتمنى ألقى فرايد تشيكن لأني حرفيا تعبت وطفشت من أكلهم المعتاد. وبوسط اختياري للوجبة لقيناهم فجأة بدأوا يحتفلوا بيوم ميلاد. الشيء هذا عادي جدا معتادين عليه بأي مكان، بس الأغرب انك لازم تسجل طلبك بورقة وما يصير الجرسون اللي يسجل. سجلنا كل شيء حتى المشروبات. اخذوا طلبنا واعطونا التوست ونزلوا طلب صديقي اللي كان على اساس مكرونة، بس اكتشفت ان في شيء يتحرك وقلت له، وبعد ما شاف سأل الجرسون وما ادري ايش قالوا له، بس قال لي عادي هذا ورق خضار او شيء. تأكدنا انه حرفيا يتحرك. كنت اعتقد انها مو وجبتنا وان الشيء هذا ينزلوه قبل الاكل للعملاء. طلعت بالفعل وجبة صديقي. اخذنا العصير واخذت وجبتي وكنت مبسوط لاني حرفيا ما كنت اكل في ماليزيا الا اكل. Thank you. مبدئيا العصير كان حلو والدجاج كان حار بس حلو، وخليت صديقي التركي يجرب وهذا رد. بزلمة. For Malaysian standard. Yes. I think it's good. وبعدها خلاني اجرب اكله وقلت له ما ابغى شيء يتحرك، بس قلت دام انهم قالوا خضار او شيء فبجرب، وبالفعل جرب وطلع مره حلو. خويي الثاني يقول لا تكذب وقول الصراحه، واقنعته يجرب لان حرفيا كان حلو. Tell the truth. بعدها حب انه يجرب وجرب وقاعد يتفلسف شوي، بس بالاخير قال انه حلو. But it's good. It's good. بصراحة ما كنت أدري وش كان هالطلب، بس كانت تجربة حلوة. خلصنا أكل وصورته لإثبات الوجود. جو المكان كان مرة حلو، كان كل شوي يحتفلوا بشخص سواء تخرج أو اليوم ميلاد. الشعب بماليزيا مرة حبوه والمكان جدا جميل. خلانا بعدها نخلص الأكل ونكمل شغل فيه، وطلبنا حلا عندهم بعد. هذه كانت وجبتي وتجربتي بهالمطعم.